السلام عليكم يا شباب، يلا بينا. حاجه صغيره كده اعرف نفسي. انا اسمي دكتور معتز الغنام. انا المفروض مدرس طب التشريح في طب القصر العيني. يعني ايه مدرس؟ مش مدرس بتاع المدارس، مدرس معناه ان هو دكتور واخد درجه الدكتوراه، الماجستير والدكتوراه في التخصص بتاعه. احنا هنبقى ان شاء الله باذن الله مع بعض في ال basis of the human anatomy او الجنرال anatomy زي ما بتسموه كده عندكم في اسنان. هنتكلم في ايه في الاناتومي او في البيزك بيزس اوف ذا هيومن اناتومي. هنتكلم على جسم الانسان بشكل عام، العظم بتاعه، العضلات بتاعته، بس بشكل عام. الاورجنز والسيستمز، زي مثلا الجهاز العصبي نتكلم كده عليه بشكل عام. لكن ايه اللي بقى همسكه ان شاء الله باذن الله في الترم الثاني او سمستر 2 بالتفصيل واقعد اتكلم فيه حته حته. ليه؟ الترم الاول ده لغايه شهر واحد، بعد كده تمتحن. وبعد كده بقى في الترم الثاني. الترم الثاني بقى هنبتدي نتكلم على الاناتومي او التشريح بتاع الهيد، النك، الراس والرقبه، لان ده اللي يهمنا في اسنان. انا كدكتور اسنان دكتور مهتم شويه بصراحه بالتشريح بتاع الراس والرقبه، لكن مش ههتم بالابر ليم اللي هي الاطراف العلويه ولا اللور ليمز اللي هي الاطراف السفليه. طيب خلينا ناخد بعض المصطلحات اللي هي تخلينا نقرب الكلام ونقرب فكرنا لبعض، عشان عايزين نوصف مثلا بعض الحاجات نكون فاهمين انا بوصف ايه. هبتدي بايه؟ هبتدي بحاجه اسمها الاناتوميكال تيرمز اوف بوزيشن. تيرم زي ما انتم عارفين كده اللي هي مصطلح، فانا هاخد بعض المصطلحات اللي هي بتتكلم على الاتجاهات. عايز اوصف مثلا حاجه موجوده ناحيه قدام او حاجه موجوده ناحيه ورا، دي بالنسبه لنا الف ب او A P. A ده يعني قدام، حاجه اسمها anterior يعني امامي، وB يعني posterior. فانا بالنسبه لي الف ب القواعد بتاعتنا والA P بتوعنا anterior واللي ورا posterior. طيب اوكي يا دكتور، انا بالنسبه لي يعني كده قدام anterior وورا يعني posterior. حلو جدا. طيب لو جينا يا دكتور عايز برضو اعرف كده حاجه في الميزانه لقيتها غريبه، لقيت جنب كلمه anterior في كلمه تعادلها، في كلمه كده بيسموها الفنترال. فنترال يعني ناحيه البطن، تعادل كلمه anterior. اي حاجه ناحيه البطن يعني تعادل امام، صح؟ طب posterior، هل في كلمه تعادل كلمه posterior؟ في كلمه اسمها دورسال. دورسال ظهر. فكر نفسك كده، دورسال ظهر. يبقى كده الناس معلش عشان انا بنسى بسرعه، قدام يا دكتور يعني ايه اللي هو anterior، صح؟ او ventral. حلو قوي. طب ورا يا دكتور قلنا دي posterior اللي هي ظهر، dorsal. حلو. يبقى anterior ventral posterior اللي هي تساوي dorsal. طيب عايزين يا دكتور نتكلم على حاجه، عايز اوصف حاجه ان هي موجوده فوق، حاجه فوق بالنسبه لك انها حاجه سوبر، بيسموها superior. جاي من كلمه سوبر، حاجه ايه superior. طب عايز اوصف حاجه موجوده ناحيه تحت، بنقول عليها كده inferior. خليك انف كده وانت بتقولها كده، inferior حاجه ناحيه تحت، inferior. يبقى حاجه سوبر، حاجه فوق، حاجه فوق superior. حالا نقولها. وحاجه تحت يا دكتور اللي هي بيسموها inferior، حاجه ناحيه تحت. طب دكتور على فكره كلمه superior في مرادف ليها ان انا اطلع ناحيه فوق، ناحيه الراس. ناحيه الراس دي بيسموها سيفاليك. سيفاليك مش عشان الراس سافله والدماغ سافله، لا سيفاليك معناها راس باللاتيني، تمام؟ الموضوع مش محدد لاتيني، سيفاليك ده باللاتيني. اغلب المصطلحات دي بتكون لاتينيه شويه. فسيفاليك يعني ناحيه الراس. اوكي يا دكتور ناحيه فوق. ساعات نستخدم برضو كلمه كرينيال او سيفاليك يعني ناحيه الراس. طيب تحت يا دكتور انت قلت لنا انفيريور، هل في كلمه تعادل انفيريور ناحيه تحت؟ في حاجه اسمها كودل. كودل معناه ايه؟ معناه ناحيه الديل. ايه ده؟
ثانيه واحده يا دكتور، هو البني ادم ليه ديل؟ بص يا جماعه، البني ادم وهو جنين صغير بيكون ليه ديل كده في اخر العمود الفقري، فبالنسبه له كده ناحيه تحت كانه ناحيه ديله كده او اخر العمود الفقري اللي هي كلمه كودل. فاذا فوق يعني سوبيريور او سفله ايه؟ لا سيفاليك يا دكتور، قلت لنا سيفاليك. طب وتحت يعني ايه؟ تحت يعني خليك انف وانت بتقولها انفيريور او كودل، صح كودل. نعيد تاني يا دكتور معلش عشان الاسماء احنا اول مره، يلا نقولها تاني مع بعض. A B هنبتدي بيهم. امام anterior ممتازين، ورا حرف البي posterior ممتازين. طب قدام يا دكتور انا هقول كلمه مرادفه ليها، انا هقولها معلش المره دي، اسمها ventral يعني ناحيه قدام ناحيه البطن. طب posterior في برضو كلمه مرادفه ليها ناحيه الظهر، دورسال عظمه. النهارده ما شاء الله مصطفى لابس القميص رقم 10. دورسال يعني ناحيه الظهر. طب حاجه فوق، حاجه سوبر سوبيريور، صح. طيب تعادلها برضو حاجه يا دكتور، كلمه سوبيريور كده يعني تعادلها حاجه ناحيه الراس، السفله، راس السفله، سيفاليك. سيفاليك صح، هي سيفاليك جايه من سفله؟ يعني راس سفله؟ لا يا دكتور سيفاليك يعني باللاتيني راس. طيب تحت يعني ايه؟ كودل، صح ناحيه الديل يعني كودل، او خليك انف وانت بتقولها كده انفيريور، عظمه جدا، انفيريور ناحيه الديل كده ناحيه تحت. اوكي، يبقى احنا خلصنا كده سوبيريور وانفيريور او سيفاليك وكودل. في ايه تاني يا دكتور تحب تقوله هنا؟ عايزين نتكلم على لو حاجه موجوده في خط النص بالظبط، في الميدل لاين. لو حاجه موجوده في خط النص بالظبط بيسموها ميديان. وتحزق في اخر الكلمه كده، دكاتره الاناتومي بيحب قوي يحزقوا ميديان، اللي هو في النص بالظبط، ولا سنه يمين ولا سنه شمال، بالظبط في النص. بالنص بالظبط، ما عندناش ملي اقل ولا زياده، في النص بالظبط. يبقى ايه؟ ميديان، تحزق في الان، اخر الان الاخيره دي تحزق فيها ميديان. طب لو حاجه مش في خط النص لكن قريبه من خط النص، حلو، بيسموها ميديال. قول يا ابراهيم، كنت بتقول حاجه. ده اول درس. انا عارف ان هو ايه خد، بس ايه الاسماء دي يا دكتور؟ طب دكتور انت لسه بتقول في خط النص بالظبط يعني ميديان بحرف الان، اخرها حرف ان. طب لو قريبه لخط النص، ما جيتش في خط النص لكن قريبه منه، نير تو ذا ميدل لاين، يبقى ميديال بحرف الان. برافو عليك باللام. حلو. طيب دكتور لو عايز اوصل بقى حاجه بعيده عن خط النص، حاجه متطرفه، دي بيسموها بقى وانا اقولها لاترال. يبقى تعالى نبص بقى الحاجه الثانيه كده. لو حاجه في النص بالظبط ميديان، وتحزق في حرف ايه؟ في حرف الان او النون. طب لو حاجه قريبه لخط النص، ميديان. حلو. طب لو حاجه متطرفه ناحيه بعيد، لاترال. ممتازين. تيجي نعمل مع بعض لعبه صغيره. انا عايز اقارن النوز والاي والاير، مين اللي اقول عليها ميديان؟ النوز، صح. طب مين اللي اقول عليها ميديان؟ الاي. ممتازين. طب مين اللي اقول عليها لاترال؟ الاير، صح. ممتازين، حلوين، حلو جدا. اذا انا بقارن الحاجات دي مع بعضيها، فقلت دي ميديان ودي ميديان ودي لاترال. طيب اوكي، في كمان مصطلحات بنستخدمها ان احنا نقول الحاجه قريبه لبدايه الطرف. احنا عندنا طبعا طرف علوي ابر ليمب او طرف سفلي بيسموه اللور ليمب. اي طرف ليه جذر بدايه يعني روت. لو انت بتتكلم على حاجه قريبه لبدايتك، للروت بتاعك، للجذر، دي بتقول عليها بروكسيمال. الناس الشاطره قوي في الانجليش يقول لك يا دكتور هي بروكسيمال دي جايه من كلمه ابروكسيميت، اللي هو يقرب بالانجليزي زي ما خدناها في الرياضيات. يقرب، قريب من الجذر، بروكسيمال. حلو.
يبقى لو حاجه موجوده في البدايات الليمب، في بدايات الطرف بتاعنا، بيسموها بروكسيمال. عايز تقول حاجه قريبه كده للقلب بتاعك، برضه تروح، مفيش مشكله. حلو. طب لو حاجه بعيده ما بينك وبينها مسافه، ما بينك وبينها ديستنس، دي نسميها ديستال، البعيده. طب ما تيجي نعمل لعبه كده واسالكوا سؤال. انا دلوقتي عايز اقارن بين المفصل اللي هو بنلعب بيه الريست، ده بيسموه بالمناسبه ريست جوينت، وبين المفصل اللي هو ده اللي بيسموه البو، كوعك. مين فيهم اللي يعتبر بروكسيمال شويه، ومين فيهم الديستال؟ ده اللي هو ايه، يسموه ايه، الريست جوينت كان ديستال، صح؟ امال الالبو جوينت كان بروكسيمال شويه، صح؟ يبقى معلش يا دكتور قول لنا تاني كده، الاناتومي محتاج اكيد اعاده، صح؟ بالمناسبه يا شباب، انا بس عايز اقول لكم حاجه صغيره. الحمد لله. انا عايز اقول لكم حاجه صغيره. اوعوا تفتكروا ان انا اتولدت بقول لك ماما والنبي الله يكرمك يا ماما اهرشي لي في البروكسيمال ده يا ماما. لا، الموضوع خد مني بالظبط اعاده مره واثنين وثلاثه عشان الموضوع يثبت. فاذا انت محتاج انك ما تستعجلش تقول يا نهار ابيض ده الموضوع صعب. لا، انت ما عدتش. لا احنا محتاجين اعاده. قاعد. لا عادي. عشان زميلك اللي موجود مفيش مساحه. طيب نرجع تاني. احنا قلنا خلاص يا دكتور شويه حاجات كده نعيدهم بسرعه قبل ما نضيف عليهم. يلا بسرعه نعيد. A P anterior والبي posterior. حلو جدا. طب حاجه فوق، حاجه superior هايلين. طب حاجه تحت inferior، صح، inferior. من الاسماء اللي قلت لهم، اللي انا قلتها لكم، مين اللي تعادل كلمه سيفاليك، السفله، الدماغ السفله؟ لا تعادلها يعني موازي ليها. superior، ممتازين. superior هي سيفاليك. طيب عايز حاجه تعادل كلمه inferior، حاجه ناحيه الديل. اسمها كودل، ممتازين، كودل. طيب عايز حاجه ناحيه posterior، ناحيه الظهر. دورسال، حلو. طب عايز حاجه ناحيه قدام، ventral، ممتازين، يبقى قدام هي ventral. عايز حاجه موجوده في خط النص بالظبط، ميديان، برافو. طب حاجه near to the middle line، برافو عليك، ميديان. طب حاجه بعيد عن الميدل لاين، away from the middle line، lateral، عظمه. لا ما شاء الله، ابراهيم ده لبس برضو التيشيرت ونزل معانا الملعب، حلو قوي. فدول بالنسبه لنا اللي هم التيرمز اللي استخدمناها لغايه دلوقتي. في برضو يا دكتور احنا استخدمنا التيرم اللي هو عايز يوصل حاجه قريبه لبدايات الروت اوف ليم، دي بيسموها بروكسيمال. طب حاجه بعيده ما بينك وبينها مسافه، ما بينك وبينها ديستنس، زي ما ديستنس، بروكسيمال ديستنس. طيب تعال نزود حاجه بقى، بس حاجه ايه ممكن الناس شاطره تعرفها. عايز اقول ان في حاجه عميقه وفي حاجه سطحيه. حاجه عميقه ناحيه العظم، وحاجه سطحيه ناحيه الجلد. لو حاجه عميقه، ناس شاطره في الانجليزي هتفكرني تقول لي يا دكتور على فكره عميق يعني ديب يعني بالظبط، ديب ويب، الله ينور عليك على الانترنت. فديب يعني عميق يا دكتور. طب وعكسه، عايز اوصل حاجه سطحيه ناحيه الجلد، دي بيسموها سوبرفيشال. سوبرفيشال يعني سطحي، نير تو ذا سكين. يعني ايه سكين؟ يعني ايه سكين؟ سكين يعني جلد. ممكن نكتب كده لو مش فاكرين كده، نكتب جنب سكين اللي هو الجلد، عادي نترجم في الاول مفيش مشكله. يبقى احنا عندنا في كلمه كده نبص اهي، ادي سوبرفيشال يعني سطحي، يعني نير تو ذا سكين، قريب من الجلد بالظبط. طب عايز اقول حاجه عميقه بعيد عن الجلد، يعني away from the skin. away يعني بعيد، away from the skin، دي بنقول عليها بقى ايه، مش superficial، deep عميق.
معلش يا دكتور اللي احنا قلناهم بسرعه 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 نراجع بسرعه. ايه anterior معناها ايه؟ امام. طب وعكسها posterior يعني ورا خلف. ممتازين. حاجه فوق حاجه superior برافو عليكم. طب حاجه تحت inferior. ممتازين. طب حاجه في موجوده في خط النص بالظبط median. ممتازين. طيب حاجه قريبه near to the middle line median. حاجه بعيده عن middle line lateral. حلو جدا. طيب عايز حاجه قريبه من بدايه اللمب بروكسيمال. حلوه. الناس بدات تجيب اهي من كتر ما بتقول بتجيب الكلمه دلوقتي بروكسيمال. طب حاجه بعيده عن البدايه ديستنس. عظمه. طب ولو حاجه عميقه ديب. حاجه سطحيه انا هقولها معلش بعد اذنكم. حاجه سوبرفيشال. على الله على الله الاقي حد لخبط ما بين السوبر سوبيريور وبين السوبرفيشال السطحي. سوبرفيشال حاجه والسوبيريور حاجه ثانيه. اوكي. اخر مصطلحين هنستخدمهم اخر مصطلحين عكس بعض هنستخدمهم اللي هو خارجي وداخلي. انر يعني ايه؟ ان بالظبط. انر يعني جوه جاي من كلمه ان. طيب واوتر خارجي صح. طيب ممكن اقول بدل كلمه انر اقول مثلا internal. هي داخلي. طب عايز اجيب حاجه زي اوتر external. صح. ينفع يا دكتور اقول inside بدل internal؟ صح. طب عكس inside outside. برافو عليك. يبقى تاني هننجحهم بسرعه بسرعه بسرعه. internal عكسها external. صح. internal external. طيب عايزين نقول outside inside. طيب خلصنا المصطلحات بس اخر لعبه هنلعبها مع بعض. هقول حاجه وانتوا تدوني العكس بتاعها الاوبوزيت بتاعها المضاد بتاعها. اوكي جاهزين؟ جاهزين؟ اول محاضره مسموح بالغش عادي. لسه بنسخن بنشوف مع بعض. superior عظمه inferior anterior posterior. الله عليك يا ابراهيم. الله اكبر ما شاء الله نمسك الخشب. طيب medial lateral عظمه internal external عظمه superficial deep. لا ابراهيم ما شاء الله اكبر ما شاء الله يا ابراهيم. internal عكسها external. حلو جدا. طيب proximal distal. يا سلام عليكم مصطفى. ايوه كده مصطفى نزل الملعب. distal. حلو جدا. فاذا دي المصطلحات اللي احنا هنستخدمها مع بعض. اخر الحلقه ان شاء الله يبقى فيها اسئله. طيب خلصنا المصطلحات. يلا بقى نتكلم على وضعيات. برافو عليك. اللي بيسموها اناتوميكال بوزيشن. للامانه اغلب الملازم تبتدي على طول بالوضعيات. انا ما بحبش الكلام. انا احب اقول الاثنين زي بعض كله هيتاخد بس كاحسن في الترتيب واحسن في الفهم. انا شايف انك تبتدي بالاتجاهات. يلا نشوف الوضعيات. كلنا هناخد كل حاجه. تعال نشوف الوضعيات دلوقتي. مبدئيا في وضعيه اللي هي بيسموها وضعيه التشريح. الوضعيه اللي احنا بنوصف فيها جسم البني ادم. ايوه. فالوضعيه دي بيسموها الاناتوميكال بوزيشن. وضعيه التشريح اللي هو ازاي يا دكتور؟ يعني بني ادم واقف ولا نايم؟ لا بني ادم واقف على حيله. دي بيسموها ايركت بوزيشن. ان هو يكون واقف كده بالظبط. عشان اقول لكم يعني واقف كده بالظبط. دي وضعيه التشريح. الراجل ده المفروض في الوضعيه اللي انا بقول لكم عليها وضعيه التشريح ده اهي واقف ايركت مش نايم. فنقول ايركت بوزيشن. واقف. eyes and face looking forward ولا upward؟ forward قدام صح ولا backward؟ عيب يا دكتور. forward eyes looking forward.
الابر limbs موجودين on the side of the body، موجودين على جانبي البادي، مش كده. اكيد مش نوصف بني ادم عامل كده. ده يبقى وصف غريب جدا. فالابر limb on the side of the body. كف الايد اللي هو بيسموه البالم، وتقدر تكتبها البالم بتاعك بالم يعني كف الايد، بالم فيسنج فورورد، كف الايد بيبص لقدام، ما ينفعش اوصف البني ادم كده، ده مش اناتوميكال بوزيشن. PALM. البالم فيسنج زي عينيا، فيسنج فورورد، باصص لقدام. طب الصباع ده في الوضعيه دي، الصباع ده بتحفظه صم، اسمه ايه؟ اللي هنحفظه صم ده اسمه صم. يبقى اللي هنحفظه صم اسمه ايه؟ صم. الصمب المفروض يكون باصص، الناس الشاطره بقى اللي فاكره الدايركشنز دلوقتي، الثمب ده المفروض يكون باصص لاترال ولا ميديال؟ باصص لاترال. مش ظاهر في الفيديو؟ باصص لاترال. الثمب بتاعنا المفروض يكون باصص ناحيه بره، برافو عليك، باصص لاترال. ينفع اقول باصص اوتورد يا دكتور؟ الثمب از دايركتد اوتورد ناحيه بره. هو ينفع برضه، يعني ينفع كده وينفع كده، بنسمح هنا ينفع الاثنين صح، ده صح وده صح. thumb is directed متجه ل inside ولا outside؟ outside. medial ولا lateral؟ lateral. برافو عليك. فدي اللي بيسموها وضعيه التشريح، الاناتوميكال بوزيشن، دي الوضعيه اللي بتشرح فيها جسم البني ادم بشكل عام. طب هل هي دي الوضعيه الوحيده اللي ممكن تقابلها في حياتك؟ لا يا دكتور، اكيد انا كدكتور هشوف العيانين في كذا وضعيه. يعني مثلا ممكن الاقي عيان وانا بمر في المستشفى، الاقي عيان نايم على ظهره، يا دكتور، زي الاخ ده. لما يكون واحد نايم على ظهره دي بيسموها سوباين بوزيشن. سوباين ده كده واحد ايه، مسترخي على الظهر. طب سوري، لو واحد بقى نايم على بطنه وعلى الفيس بتاعه، دي بيسموها برون بوزيشن. يبقى سوباين بوزيشن ده لو نايم على ظهره، وبرون بوزيشن لو نايم على بطنه وعلى وشه. اوكي، يبقى احنا كده خدنا وضعيه الاناتوميكال بوزيشن اللي هي الدايركت بوزيشن، وبعد كده دخلنا بعد كده في وضعيتين تانيين مش اناتوميكال، بس بنشوف فيهم العيانين، زي وضعيه ايه؟ السوباين. ايوه كده، السوباين. سبحان الله يا اخي، سبحان الله، السوباين. واحد نايم على ظهره عمال يسبح سبحان الله، سوباين. طب مين ده؟ اللي ينام على بطنه، برون بوزيشن. هل في وضعيات تانية يا دكتور ممكن العيان ينام فيها او الشخص ينام فيها غير ان هو ينام على بطنه او ظهره؟ ممكن ينام على جنبه. اسال السؤال الصغير، السايد بتاعنا ده يعتبر لاترال ولا ميديال؟ يا راجل السايد ناحيه، ايوه اللاترال صح. لما واحد يكون نايم على السايد بتاعه، على اللاترال سايد، دي بيسموها اللاترال بوزيشن، صح؟ رايت لاترال او ليفت لاترال. العكس تمام. هو لا، رايت لاترال يعني انت ممكن تتخيل كده ان واحد يعني لا نايم على ايديه اليمين، لو انت تخيلته يعني تبص. بس اهم حاجه بس لاترال. لاترال يعني ايه؟ يعني نايم على جنب. لاترال بوزيشن، سواء نايم بقى على اليمين نايم على الشمال، المهم يكون نايم على الجنب، دي بيسموها اللاترال بوزيشن او لاترال ديكيوبيتس. ديكيوبيتس هي بوزيشن، وضعيه. يبقى تاني يا دكتور الوضعيات بتاعتنا تاني. اول وضعيه الوضعيه بتاعت الاناتومي اللي هي الاناتوميكال بوزيشن، واحد واقف اريكت. اريكت يعني ايه؟ واقف صارت نفسه كده، واقف مستقيم. ايز لوكينج. تمام، اسمها نكتبها ايه بالانجليزي؟ امام. هنكتب في الامتحان امام، هنروح في داهيه كلنا. فورورد صح. البالم از لوكينج برضو او فيسنج، امام ولا خلف؟ فورورد ولا باكورد؟ البالم بتاعتنا بتبص لقدام ولا بتبص للخلف؟ بالم فيسنج فورورد. الصباع ده اسمه ايه؟ الثمب. الله عليك، الله عليك يا ابراهيم، ما شاء الله. الثمب از دايركتد لاترال ولا ميديال؟ لاترال. حلو جدا. الارم موجوده على السايد ولا موجوده حاطط ايدي كده؟ السايد اوف ذا بادي. برافو عليكم.
الوضعيه اللي بعديها واحد نايم على ظهره بيسبح. سبحان الله يا اخي. سوباين بوزيشن. طب واحد نايم على بطنه برون بوزيشن. حلو جدا. طب لو واحد نايم على جنبه لاترال بوزيشن او لاترال ديكيوبيتس، سواء رايت لاترال او ليفت لاترال. برافو عليك. واخر وضعيه طبعا اللي هي ده وضعيه الولاده. يعني صعب شويه ان احنا نشوف البوزيشن ده كدكاتره اسنان، صعبه شويه بس احنا نعرفها بس. وقت الولاده كده بيقعدوا الست او الناس اللي بتعمل عمليه البواسير وضعيه بيسموها اللايثوتومي. لايثوتومي دي وضعيه كده تلاقي الشخص او الست اللي قاعده نايمه on the back ولا على الابدن، lying on the back. المفصل ده انا هقول اسمه عشان انتوا لسه ما تعرفوش، بيسموه هيب جوينت. هيب اللي هي مفصل الفخذ. الفخذ. برافو عليك. المفصل ده اسمه مفصل الفخذ اللي هو هيب جوينت. نحفظه. ايوه والله عليك. بتاع الحوض ده اللي موجود في الحوض هنا هو بيسموه مفصل الفخذ، بيسموه كده. وبعدين الهيب جوينت ده بيكون هيب جوينت. هيب موجود. هيب جوينت. تعالى كده نشوف مكتوب اهو هيب جوينت. الهيب جوينت هتلاقيه متني، والركبه اللي هي الني جوينت برضو مثنيه. الاثنين سواء الهيب او الني فيهم انثناء. يعني ايه انثناء يا دكتور؟ لما تيجي تلاقي المفاصل المتنيه دي بيسموها فليكشن. فليكشن يعني متن. يعني المفروض يا دكتور اقول على اللايثوتومي بوزيشن ايه؟ واحده لاينج اون هير باك، واحده مستلقيه على ظهرها، باك يعني الظهر. هيب جوينت از فليكسد، ني جوينت از فليكسد. يعني الهيب والني فيهم فليكشن. الوضعيه دي ممكن تبقى وضعيه ولاده، وضعيه عند ناس عندها بواسير. الله يعينك. عمليه البواسير. قبل ما اسيب اسمع اسرع ناس، الوضعيه اللي هي الاناتوميكال بوزيشن. الله عليك الله عليك يا مصطفى. البني ادم واقف ايركت، ايز لوكينج فورورد ولا باكورد؟ فورورد صح. والبالم فيسنج برضو فورورد ولا باكورد؟ البالم بتاعنا باصص فورورد. الصباع ده اسمه ايه؟ ثامب دايركتد لاترال. صح دايركتد لاترال. برافو عليكم. والليمبس بتاعتنا موجوده على السايد اوف ذا بودي، موجوده على جانبي. برافو عليك. لو واحد نايم على ظهره سبحان الله بيسبح. سبحان الله سوباين. لو واحد نايم على بطنه prone position lying over his face and abdomen. لو واحد نايم على جنبه lateral position او lateral decubitus. واخيرا الولاده انا هقولها لايثوتومي. لايثوتومي position. اوكي. اسرع ناس بسرعه عشان ما ننساش اللي فات. عايز اوصف حاجه فوق. سوبر سوبيريور. طب حاجه تحت انفيريور. سيفاليك تعادل ايه؟ سيفاليك الراس السفلى. سوبيريور صح. طب وكودل. كودل يعني ايه؟ ناحيه ايه؟ ناحيه اسفل الظهر، ناحيه الديل. يعني بنقول عليها ايه؟ زي مين؟ انفيريور. ايوه كده. طب امام وخلف. انتيريور بوستيريور. ايوه كده. طب مين فيهم يساوي الدورسال؟ الانتيريور ولا بوستيريور؟ دورسال. ممتازين. دورسال يعني ايه؟ خلف ظهر. صح ممتازين. طب عايز حاجه في النص بالظبط. ميديان ونحزق في الان. طب حاجه قريب من الخط. ميديان. طب حاجه بعيد. لاترال. اعظم. حاجه يا دكتور قريبه لبدايه الليمب. بروكسيمال ولا ديستال؟ بروكسيمال. حاجه بعيده في مسافه، في ديستانس. ديستال. ممتازين. حاجه في الاعماق. ديب ناحيه العظم. طب حاجه ناحيه الجلد. سوبيريور ولا سوبرفيشيال؟ عشان هجري ورا ناس في اللجنه في الامتحان. سوبرفيشيال صح. حاجه ناحيه الجلد سوبرفيشيال. خارجي. انترنال ولا اكسترنال؟ اكسترنال. طب داخلي؟ انترنال صح.
مين فيهم اوتسايد؟ اكسترنال. طب مين فيهم الانسايد؟ كان عظمه. هشاور على وضع واحد والناس تقول لي ده ايه؟ سوباين. سوباين بوزيشن. ندخل على اخر حاجه اللي هي مقاطع الجسم. مقاطع الجسم يعني ايه؟ يعني هنجيب البني ادم كده ونتخيل ان هو شبه البطاطسايه. بطاطسايه؟ حاشا لله يا دكتور، معلش نتخيل. وهتجيب بطاطسايه في البيت، هو الامانه انت هتجيب 3 بطاطسات. هتجيب بطاطس عندك في البيت، حد سالك بجرب في اناتومي، حد ليه عنده حاجه؟ مفيش. بدل ما نجيب بني ادم ونشقه لو مفيش بطاطس، لو مش متوفره بطاطس هنجيب بني ادم ونشقه. تمام. شوف صديقك اللي موجود معاك في البيت ونشقه. طيب اللي احنا نعمله ده مقاطع في جسم البني ادم. طبعا احنا مش هنجيب بني ادم، مفيش دكتور هيجيب بني ادم ويروح نازل عليه بسيف. لا، مش هنقطع البني ادم. امال ايه اللي بيقطع البني ادم؟ الاشعه. في جهاز كده بيسموه الاشعه المقطعيه، اللي هو كانه بيجيب كده كانه بيجيب مقاطع في جسم البني ادم، زي ما بتجيب بطاطسايه كده وتعمل فيها مقاطع. الاشعه بتعدي وبتاخد صوره بالظبط للمقطع اللي هي عدت فيه. بس يا دكتور يا ترى المقاطع هتبقى مقاطع كده بتقسم الجسم، يعني جزء يمين وجزء شمال، ولا مقاطع هتكون نازله كده تقسم الدنيا امام وخلف، جزء امامي وجزء، يعني ايه جزء امامي وجزء؟ حد يفكرني يعني ايه جزء امامي؟ امام ايه ده الف ب بتقعد معاه ايه وبي، انتيريور وبوستيريور. ايوه كده. ففي مقاطع بتقسم الدنيا لانتيريور وبوستيريور، وفي مقاطع تانية كده بتقسم الدنيا لرايت وليفت، وفي مقطع بيقسم الدنيا كده يعني لفوق وتحت. يعني فوق سوبيريور يعني تحت عظمه انفيريور. فاحنا عايزين نعرف المقاطع دي، اسماء المقاطع دي. يلا نشوف اول مقطع اللي هو قسم زي ما واحد يقول لك ايه، انا هقسمك نصين. المقطع اللي بيقسم بني ادم نصين في خط النص ميديان. مش معقوله، مش معقول انت بنفسك يا ابراهيم. ميديان، بيسموه ميديان بلين. فميديان بلين هو البلين اللي هو بيقطع البني ادم في النص لجزء ايه وجزء ايه، جزء يمين وجزء يسار، رايت اند ليفت. فده بيسموه ميديان. ليه مسمى تاني؟ ايه المسمى التاني؟ كفايه ميديان يا دكتور. المسمى التاني بتاعه ساجيتال. مين ساجيتال ده؟ زمان في القصص الرومانيه والاغريقيه المتخلفين دول كانوا عاملين شويه قصص خزعبلات يعني. فبيقول لك كان في واحد او كان في شيء كده، جسم بني ادم سوري، راس بني ادم وجسم حصان. يعني مخلوق ليه جزء فوقاني بني ادم، لكن الجزء التحتاني من جسمه حصان. ده كان اسمه حسب في المسلسلات الاغريقيه والكلام ده بيسموه ساجيتاريوس. شخصيه وهميه اسمها ايه؟ اسمها ساجيتاريوس. ساجيتاريوس ده كان معاه قوس وسهم ينشن على حاجه يفلقها نصين، يجيب مثلا يروح فرق ايه مثلا تفاحه نصين كتير. تخليدا لذكرى عمو ساجيتاريوس ده راحوا مسمين البلين اللي بيقسم حاجه نصين ساجيتال بلين. فساجيتال هي ميديان. فالساجيتال هي ميديان. وعلى فكره اللي ليه في الابراج والحاجات دي برج القوس اسمه ساجيتال. ولا انا سمعتها كده بس. فالمهم يبقى البلين اللي في النص يا اما نسميه ميديان او على حسب زي ساجيتال. برافو عليك. ده لو في النص بالظبط. طب لو قريب من خط النص كان نفسي يسموه ميديان ويريحوا. لا، سموه بارا ساجيتال او بارا ميديان. برافو عليك. لو ساجيتال يبقى في النص بالظبط. طب لو بارا ساجيتال يبقى على جانب. برافو عليك. برضه ميديان او بارا ميديان. ميديان لو في النص بالظبط. طب لو جيت اصل انت حد يمين وشمال بس مش بالظبط، يعني يبقى بارا ميديان. يبقى ادي اهو يا جماعه، ادي الميديان بلين
ده الباراميديال بلين اللي هو بيكون على الجنب. في تفسير اخر برضو ساعات يستخدموا يقول لك ايه، لو في النص بالظبط يبقى ميديان، لو طرفت شويه يبقى الساجيتال بلين يعني. طيب ندخل في اللي بعده اللي هو البلين اللي في النص بالظبط. البلين اللي في النص اللي بيقسم بقى البني ادم ده لجزء امامي وجزء خلفي. لو حاجه بتقسم البني ادم لجزء امامي وجزء خلفي دي نسميها ايه؟ هل هو بيقسم الدنيا ل A و P anterior و posterior. يا ترى بيسموا البلين ده ايه؟ المقطع ده ايه اللي هو بيقسم الدنيا ل anterior و posterior؟ ده بيسموه كورونال. ايه كورونال ده يا دكتور؟ كورونال جاي من كلمه كراون. كراون ده الناس اللي هم شاطره شويه في الانجليش قالوا لي كراون يعني تاج. بالمناسبه سياره الله عليك، ما هي فعلا التاج، بيسموا بيها التاج. الكراون اشطر ناس بيلبسوه الايام دي الستات يوم فرحها. تلاقي الست يوم فرحها كده لابسه تاج، وخلي بالك التاج فعلا بيتلبس زي ما البنات بتلبسه هنا في النص كده. هو مش كده، ده هو مش حله حله بقى نلبس حله، لا لا مش كده، الله عليك زي سماعه. طيب بالظبط، يروح محطوط هنا بالظبط. فعشان كده سموا الخط ده الخط بتاع التاج الكراون، فسموه كورونال بلين. اوكي، فاذا الكورونال بلين ده البلين اللي هو ماشي كده مع خط التاج، بيقسم الدنيا انتيريور وبوستيريور. برافو عليك، انتيريور وبوستيريور. اوكي، بيسموه كورونال بلين. هل في كلمه مرادفه لكلمه كورونال بلين؟ في كلمه مرادفه لكلمه كورونال بلين. برافو عليك، لازم نكون عارفين المرادفات عشان دي اللي بتيجي في الامتحان. ايه المرادف لكلمه كورونال بلين؟ كلمه فرونتال، يعني ناحيه الفرونت. فرونتال يعني اللي هو الجبهه، يعني ناحيه الامام يعني. فالفرونتال بلين هي كورونال بلين. يعني كورونال بلين كده اللي هو ايه، قريب شويه للفرونت يعني. خط التاج ده بيكون قريب شويه للفرونت للامام. ففرونتال بلين هو الكورونال بلين اللي بيقسم الدنيا لايه وايه؟ لجزء امامي انتيريور عظمه وجزء بوستيريور خلفي. اخر جزء بقى، اخر بطاطسايه عندنا اخر جزء اللي احنا او اخر بلين عندنا، اخر مقطع عندنا اللي هو بيعدي في البني ادم ويقسمه لجزء حاجه فوق، بس مش هنسميها فوق، احنا ناس بتوع اناتومي دلوقتي بيسموها ايه؟ حاجه سوبيريور وحاجه عظمه. مش معقوله يا ابراهيم، الله اكبر. انفيريور. ففي سوبيريور وفي انفيريور بارتس، ده نتيجه بلين معين او مقطع معين بيعدي في ده. اسمه ايه بقى المقطع اللي بيعدي بالعرض ده؟ ده بيسموه ترانسفيرس بلين او هوريزونتال بلين. هو المقطع اللي بيجي كده بالظبط. الاشعه بيسموها اكزيال، بس مش مهتمين احنا بموضوع الاشعه. فترانسفيرس بلين او هوريزونتال بلين ده البلين الاخير اللي بيقسم الدنيا لفوق ولتحت. اسال سؤال سريع. ايه البلين اللي بيقسم الدنيا لرايت وليفت ايدنتيكال بارتس؟ رايت ليفت بارتس بيتقسم بالميديان. طب مين البلينز اللي بيكون باراليل للميديان؟ ممكن نقول عليها ساجيتال بلين او باراميديان بلين. صح، باراميديان او ساجيتال بلين. طيب مين البلين اللي بيقسم الدنيا زي التاج ما بينزل كده لجزء انتيريور وجزء بوستيريور؟ كراون بلين ولا نخليها كورونال بلين؟ كورونال بلين بيقسم الدنيا لايه؟ لا انتيريور اند بوستيريور. حلو جدا. اخر حاجه بلين كده اسمه هوريزونتال بيقسم الدنيا لحاجه وحاجه، حاجه سوبيريور وحاجه انفيريور. خلصنا الحمد لله النهارده، بس نرجع سريعا لان احنا قلناه. فوق يعني سوبيريور، تحت يعني انفيريور. عايز حاجه زي فوق الدماغ السفلك، السفله السفلك. طب وعايز حاجه كده ناحيه تحت، ناحيه كودال يعني ناحيه تحت، ناحيه انفيريور، ناحيه الظهر بالظبط. عايز حاجه ناحيه قدام، حاجه قدام يعني ايه ده؟ الف ب بتاعتنا anterior اللي هي ventral، ورا posterior اللي هي الظهر dorsal. صح،
عايز حاجه في النص بالظبط. ميديان. ميديان، عايز حاجه قريبه خط النص. ميديان، عايز حاجه متطرفه على الاطراف. لاترال، حلو. طيب عايز حاجه في بدايه الليمب. بروكسيمال، عايز حاجه بعيده، مسافه. ديستال، صح. عايز حاجه عميقه في ناحيه العظم. ديب، عايز حاجه سطحيه. انا اقولها معلش، سوبر فيشيال. خارجي، اوتر ولا اكسترنال ولا انترنال؟ اكسترنال. طب وداخلي؟ انترنال. وضعيات الجسم، الاناتوميكال بوزيشن، ده واحد واقف ايه؟ واقف مستقيم، بيسموها واقف ايركت. والايز لوكينج فورورد ولا باكورد؟ فورورد. البالم فيسنج فورورد. السؤال ده اللي هنحفظه صم. ثم بيكون دايركتد فورورد برضه ولا ناحيه لاترال كده؟ دايركتد لاترال، كويس. والابر ليمب موجود على السايد، موجود على البوست سايدز اوف ذا بودي. في وضعيات تانية خدناها في يا دكتور. لو لاينج اون ذا باك سوباين، سبحان الله. طب لو لاينج على الفيس برون. طيب لو حد نايم على جنبه، lateral position او lateral decubitus. والولاده، وضعيه الولاده lithotomy position. خلصنا الوضعيات سريعا كده. البلينز، ايه البلين اللي بيقسم الدنيا لرايت وليفت؟ نون ايدنتيكال بارتس، بيسموها نون ايدنتيكال عشان في كبد هنا مفيش كبد الناحيه الثانيه، حاجات كده. اللي في النص اللي هو البرين معدي في النص ميديان. طب والموازي ليه الباراليل؟ بارا ميديان او ساجيتال، زي ما قلنا بارا ميديان او ساجيتال. قلنا بعض الكتب بتعتبر الساجيتال ده في النص، وبعض الكتب بتعتبر الساجيتال ده بارا ميديان. كتابنا في القصر العيني بيعتبر الساجيتال مش ميديان، بارا ميديان، حسب يعني كتابنا في القصر العيني. طب لو بلين نازل كده زي التاج اللي بتلبسه العروسه، زي الكراون، هل بنسميه كراون بلين ولا كورونال بلين؟ كورونال بلين. بيقسم الدنيا لايه وايه البلين ده؟ لجزء احنا بقى ايوه anterior posterior. طب في بلين كده بيعدي كده في النص ويقسم الدنيا لسوبيريور وانفيريور. اسمه ايه البلين اللي بيعدي في النص؟ ترانسفيرس او هوريزونتال. نورتونا يا شباب.